هتعملوا ايه تاني؟ ايه اللي فاضل؟ انا عايز اعرف كده ايه اللي فاضل عند نادي الزمالك وما ما عملوش وناوي يعمله. يعني بعد ما خافوا الكرات في مباراة الاهلي والزمالك، النهارده طالعين في مباراة الزمالك ودريمز الغاني بيشتتوا حارس المرمى وبيهزوا الشباك من ورا المرمى، لدرجة ان الحارس اشتكى للحكم وطلع الحكم مشاهم من ورا المرمى عشان بيشتتوا اللاعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر، بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك ويعمل شير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة، وكل مرة هنقول ادعموا اليوتيوبر الاهلاوية. انا مش بقول على نفسي، ادعموا كل يوتيوبر اهلاوي، لان اليوتيوبر الزملكاوية كل الجماهير النادي الاهلي بتدعمه. هنبتدي الحلقة طبعا بفضايح بقى بأساليب بحاجات عمرنا ما شفناها في كرة القدم، أو ما شفناهاش بتحصل في كرة القدم إلا من نادي الزمالك. رئيس نادي فيوتشر اشتكى بأن الناشئين أخفوا الكور في مباراة الزمالك وفيوتشر، و ناشئين الزمالك أخفوا الكور في مباراة الأهلي والزمالك وحصلوا على عقوبة. والنهارده ناشئين الزمالك بيشتتوا حارس مرمى دريمز وبيهزوا الشباك من ورا، لدرجه ان الحكم طردهم من ورا المرمى. فاضل ايه تاني؟ ما شفناهوش في كرة القدم عشان نشوفه على ايد نادي الزمالك؟ هي دي التربيه والتعليم؟ يعني هي دي التربيه اللي بتعلموها للناشئين؟ هي دي التربيه اللي بتعلموها للناشئين؟ انتوا بتعلموهم ايه في الناشئين؟ بتعلموهم ايه؟ يعني مفيش روح رياضيه، مفيش ان انت تكسب بقلب او تكسب لعب. يعني في فرق من ان انت تكسب كوره. انا عايزك تكسب كوره، يعني تكسب خطه، تكسب تكتيك، تكسب بطريقه لعب، تكسب بمجهودك. لكن اللي احنا بنشوفه ده مفيش اي جهد، ويطلع في الاخر شيكابالا علينا بعد المباراه يعمل لنا كده. بس كل مره يطلع لنا شيكابالا يعمل لنا كده، والراجل يعني الراجل تعبان وعرقان في المباراه اللي كسبانها. عرفتوا بقى الزمالك كسب النادي الاهلي ليه؟ هقول لكم ليه، لعده اسباب. اول حاجه عشان النادي الاهلي كان وحش. ثانيا التشكيل اللي بدا بيه مارسيل كولر كان غلط، واحنا نستحق الخساره، واحنا ما بنهولش، يعني ما بنعيطش على المباراه. احنا عارفين امكانياتنا وامكانيات اللعيبه، وعارفين امكانيات مارسيل كولر اللي طلع ان الدنيا كلها بتطلع تخبط فيه. فاحنا الكل احنا كاهلاويه كل الاهلاويه عارفين اللي بيحصل من جماهير نادي الزمالك او من لعيبه نادي الزمالك او من اي حاجه تخص نادي الزمالك. عارفين انها هري في هري، وعارفين انها مش صح، وعارفين ان كل ده غلط، والمسؤولين عارفه انه غلط، وفي نفس الوقت بيتغاضوا عنه وما يقدروش يتكلموا معاه. ده لولا موضوع اخفاء الكرات ده كان امر بارز والدنيا كلها كانت شايفاه، ما كانش هيبقى فيه عقوبات. بالنسبه للعقوبات، كهربا اتعاقب على لفظ اتقال، واتحاد الكره ولجنه الانضباط عاقبته على اللفظ اللي اتقال. اللفظ اللي اتقال ده واللي اتعاقب عليه كهربا قالوا شيكابالا، وقالوا لعيبه الزمالك، وقالوا جمهور الزمالك. ومش جمهور الزمالك بقى شباب، لا ده شباب وبنات اللي طلعوا علينا ايام ما كهربا عمل الهتاف ده، وقال لك ان الهتاف ده غلط وفي بنات في الاستاد وعملوا علينا حوار. اهو نفس الهتاف ونفس اللفظ اتقال من شباب وبنات من جماهير نادي الزمالك في المدرجات وعلنا وصوت وصوره والدنيا كلها شايفاه. هل شيكابالا هيتعاقب نفس العقوبه اللي عاقبها كهربا؟ ما سمعناش ولا هنسمع. دي الحاجه التانيه اللي حصل النهارده برضو في مباراه الزمالك ودريمز الغاني. حصل كذا حاجه غريبه. اول حاجه حصلت كده هنتكلم عنها، هي ان جماهير الزمالك بتدعم ميلا عقب ايقاف 4 مباريات بالدوري بسبب اخفاء الكرات. يعني جماهير الزمالك بتدعم الشخص اللي هو خفى الكور في مباراه الاهلي والزمالك، واللي كان سبب ان الزمالك ده السبب اللي كان قدرش الاهلي يتعادل، بقى يضيع وقته ويخفي الكور. جماهير الزمالك بتدعم هذا الشخص، يعني بتدعم الراجل ده. انا عايز اعرف انت ازاي تدعم حاجه غلط؟ يعني
هو الغلط ده اساس عندكم مثلا؟ الغلط ده اساس عندكم؟ يعني واحد عمل غلط تدعمه ازاي؟ احنا عندنا لما كهربا غلط قلنا انه غلطان، لما حسين الشحات غلط قلنا انه غلطان، وعمرنا ما طلعنا قلنا على اي حاجه غلط بتحصل في النادي الاهلي انها صح. استحاله تحصل من اي حد من النادي الاهلي او من جماهيره. لكن احنا بنشوف العكس في نادي الزمالك، وده اللي احنا شايفينه. لما جماهير الزمالك تدعم شيكابالا، لما يهين جماهير النادي الاهلي، ده حاجه غلط. لما جماهير الزمالك تدعم شخص اخفى الكور وعمل حاجه غلط وتعاقب عليها، يبقى في حاجه غلط. لما النهارده يحصل نفس الحوار، المره اللي فاتت كان اخفاء كور، والنهارده بيشتتوا حارس المرمى فريق بيراميدز عشان يشتتوه وما يعرفش يعني يلعب، او ما يعرفش عشان الزمالك يخش عشان الزمالك يحرز هدف، لدرجه ان الحكم طردهم من ورا المرمى. كل ده حاجات بتسيء. اول حاجه بتسيء للكره المصريه، وبتسيء لنادي الزمالك. ده لو هم حاسين، ده لو حاسين بإهانة او حاسين ان الموضوع ده بيقل منهم. لكن انا مش عارف ان المواضيع دي ازاي بتعدي عليهم مرور الكرام. فين رئيس النادي؟ فين الناس اللي المسؤوله؟ فين مجلس الاداره؟ الناس دي ما بتتحاسبش. طلع رئيس النادي في المشكله اللي فاتت بتاعت اخفاء الكور، قال لك احنا هنعاقب المتسبب، وما سمعناش حاجه. اتعاقب من اتحاد الكوره بس، لكن ما اتعاقبش من نادي الزمالك. لكن احنا عندنا حاجه تاني، عندنا لما لاعب بيغلط النادي بيعاقبه قبل اتحاد الكوره ما يعاقبه. زي ما حسين الشحات اتعاقب على موضوع الشيبي قبل ما اتحاد الكوره يعاقبه، وعقوبه النادي الاهلي كانت اكبر من عقوبه اتحاد الكوره. وكهربا اتعاقب قبل ما اتحاد الكوره يعاقبه. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وكمان عايزين نشوف بقى، يعني ما نشوفش الحاجات دي تاني في الملاعب. يعني الواحد مش عارف يطلع يقول ايه، الواحد مش عايز يطلع يتكلم في المواضيع دي. والله الحاجات دي تقل من الكره المصريه، تقل من الناس اللي بتعمل كده، بتقل من المنظومه. لما يتكرر نفس الخطأ مرتين ورا بعض، ويطلع النهارده اداء نادي الزمالك في مباراه ديرامز الغاني اداء سيء. هو ده مثلا اللي كان يعني اللي قالوا ده احنا كسبنا الزمالك، كسبنا الاهلي وادى مستواه رائع، وطبعا شفنا كلنا الفرحه المبالغ فيها، وشفنا ايمن يونس، وشفنا كل اللي طلعوا يتكلموا بعد مباراه الاهلي والزمالك كأن الزمالك خد بطوله افريقيا او خلاص هيوصل النهائيات. انا يعني عارف ان الكلام ده هيحصل، وانا قلت في الحلقه اللي فاتت ان بعد مباراه الاهلي والزمالك دي اللي جاي سواد عليهم، لان هم غلط وماشيين غلط، واللي بيعملوه في المباراه غلط. فايه النتيجه؟ يعني هم لو لعبوا كويس او لعبوا لعب كوره وكسبوا بضمير وما عملوش الحركات اللي بيعملوها دي، كان النهارده حتى بان عليهم في الملعب. لكن انت مستني منهم ايه؟ الناس دي ناس طالعه كايد، مش بيلعبوا كوره، بيكايدوا الجماهير. شيكابالا كل اللي همه كده الجماهير، ومعظم اللعيبه مش تركيزها. هو ده خلاص. يعني مكسب الاهلي، ان الزمالك كسب الاهلي، خلاص كده جبت اخرك معاك ومش عايز حاجه تاني. انت حر، بس اللي بيحصل ده غلط. وانا طلعت علقت على موضوع ان جماهير الزمالك بتدعم حامل الكرات اللي هو ميلا بعد الايقاف. ليه؟ عشان ننوه على ان هم بيدعموا في الغلط. اي حاجه غلط بيدعموها، اهم حاجه انها تدخل يعني ايه تضايق النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي. اي حاجه ضد النادي الاهلي هم معاها، صح غلط بقى وهم معاها. وهقول لكم يعني رساله كده في الاخر، ان ده مش هياكل مع الاهلاويه، مش هياكل مع النادي الاهلي. احنا عارفينها في الاخر. النادي الاهلي مركز في طريقه، مركز في بطوله افريقيا. واحنا شفنا النادي الاهلي امبارح بيلعب طبعا بطريقه هايله، واللعيبه ادت يعني كان في سوء حظ في الاهدار، كنا ممكن نكسب 1 و2 و3. وطبعا مصطفى شوبير ظهر بشكل رائع. فاحنا عارفين طريقنا. احنا غلطنا في مباراه الزمالك وخسرنا المباراه، واحنا عارفين ان احنا غلطنا، وبنعترف بغلطنا في المباراه او بغلط المدير الفني.
لكن ما بنعملش زيكم بقى، ما بنزيدش. يا ريت الحاجات اللي احنا بنشوفها من جماهير نادي الزمالك دي ما نشوفهاش. اخفاء كور، تشتيت اللاعب النهارده ورا حراسه المرمى بيهزوا الشباك. ايه ده؟ ده مش شغل كوره، ده شغل عيال، شغل لعب عيال والله. النهارده بس في حاجه كده، خبر يعني رسمي: عدم إقامة لقاء نصف النهائي في كأس الكونفدرالية اليوم بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة البركان. فريق نهضة بركان يغادر ملعب 5 جواليه بعد رفضه لعب المباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنصف نهائي الكونفدرالية. أنا بصراحة لسه ما عرفتش إيه السبب، بس هل هو انسحب ليه؟ أكيد في حاجة حصلت، يعني أكيد في حاجة حصلت. وأنا إن شاء الله بكرة في الحلقة بتاعت بكرة هنقول لكم على السبب الرئيسي ليه. هنقول لكم على السبب الرئيسي اللي حصل على موضوع الانسحاب. السبب الرئيسي اللي على موضوع الانسحاب. وده انا كنت طالع النهارده عشان اعلق على موضوع اللي حصل في مباراه الزمالك وتعادل الزمالك وان شاء الله، يعني هو لما يعني في المباراه اللي بين ارضه وجماهيره اتعادل 0-0. اما نشوف بقى هناك هيعمل ايه. اما نشوف هناك هيعمل ايه. ليه؟ عشان هو ماشي غلط، ماشي غلط. في النهايه بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وما تنسوش تدعموا اليوتيوبر الاهلاويه وقناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.